قطبين الكرة في مصر هم الاهلي والزمالك، وتالتهم كان الاسماعيلي. مؤخرا سواء الاسماعيلي او سواء الانديه الجماهيريه اللي مش الاهلي والزمالك ابتدت ان هي مستواها يقع بشكل كبير جدا، خصوصا الاسماعيلي برضو يعني في الفتره الاخيره يعني تقريبا كان بينافس على الهبوط يعني. فحضرتك شايف ايه سر تدهور مستواهم بالشكل ده؟ بص، في التسعينات كده بدأ الاحتراف يدخل الكرة، وبدأت الأندية تبقى محتاجة فلوس عشان تقدر تكمل. تمام. الإدارات المتعاقبة على الأندية دي كانت المفروض تبقى تفكر احنا ازاي هنعمل مصادر دخل للنادي. تمام. اول نادي فطن للموضوع ده بصراحة كان نادي الزمالك، لما قدر يستفيد بسور النادي في ان هو يأجره لبنوك والتوكيلات فيقدر يجيب دخل ثابت للنادي، اعلانات. ونجح في كده. تمام. بس بعد كده الادارات المتعاقبة فشلت في ان هي تستثمر الموضوع ده، فبدأ النادي الزمالك يتأثر ماليا. طيب هل باقي الأندية بقى عملت حسابها للموضوع ده؟ محدش عمل حسابها. فبقت الأندية كلها تبقى الإدارات المتعاقبة كلها يا إما رجل أعمال عايز يكون رئيس النادي فيبدأ يصرف هو من جيبه عشان يحافظ على البوزيشن بتاعته ومكانته الشعبية، فلما يمشي الراجل ده الدنيا تقع لأن هو اللي كان بيصرف. تمام. ومفيش مصادر دخل تانية. تمام. فهي أنا وجهة نظري إن الموضوع ليه علاقة بالإدارات المتعاقبة في عملية التسويق وعملية ان احنا نقدر نجيب فلوس ومصادر دخل للنادي. ملاش علاقة بقى بانه بيراميدز دخل او ما دخلش او لا يعني القصة في ليها علاقة يعني مثلا النادي الاهلي بيعرف يسوق نفسه في حقوق الرعاية وفي البث التلفزيوني وخلافه، فبيقدر يجيب فلوس يقدر يبقى بيها عنده سكواد قوي يقدر يدفع رواتب اللعيبة بشكل منتظم. لكن باقي الأندية لا.